ازيكم؟ لو عايزين تعرفوا اللوك الجميل ده اتعمل ازاي بمنتجات كلها من مايت سينما ومنتجات رخيصة وعلى قد الايد، ازاي نعملوا اللوك الخطير ده للمبتدئين بطريقة سهلة جدا، كملوا معايا الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب في القناة وتتابعوني على بقية السوشيال ميديا بتاعتي، الفيس والانستا وكمان التيك توك. هتلاقوا اللينك بتاعهم تحت في اول كومنت في الديسكريبشن بوكس. ما شفتوا في المقدمه بتاعت الفيديو هنعمل ميك اب كامل بمنتجات مايت سينما. انا ما عنديش فاونديشن من مايت سينما، ولكن عندي باليت كونتور كلها حرفيا درجات تنفع عليه فاونديشن وكونسيلر وكونتور، ان كان باودر او كريمي هنستخدمها دلوقتي كبيز على الوش. دي الباليت اللي انا بقول لكم عليها، دي باليت اسمها مايت سينما كونتور 2 in 1. الباليت دي فيها كمية درجات كتيرة جدا، تقريبا 6 درجات باودر و6 درجات كريمي. هنستخدمها دلوقتي ككونتور وكفاونديشن وككونسيلر، وهوريكم دلوقتي هنستخدمها ازاي. بصوا الاول شكلها من جوه اهي كده، تيجي اهو علبة شكلها اهي. العلبة كده بتبقى لونها اسود شيك خالص، بصوا، ومكتوب عليها برضو نفس الكلام اللي كان على العلبة من بره. انا هوريكم كده الدرجات سريعا من جوه لكم هنا. بص، اول ما نفتح كده هنلاقي نصين. لو شلنا الورقه دي، وهقول لكم ايه اهميه الورقه دي، مهمه جدا. بصوا هتلاقوا هنا بقى ايه، النص ده كله درجات كريمي، من درجات كونسيلر لدرجه واحده تنفع فاونديشن لكل دي. بصوا دي درجه مثلا كوريكتور، درجات كونتور. بصوا كل دي درجات كريمي، ونفس الدرجات برضو او درجات شبيهه ليها قوي باودر اهي، درجات كونتور، درجة تثبيت اهي، تثبيت اهي، وتثبيت اهي، ودرجات رمادي خفيف للناس اللي بتحب تعمل الكونتور بتاع النوز مثلا او الخد على رمادي، في برضو اهي نفس الدرجتين. ليه بقى انا قلت لكم الورقه دي مهمه؟ الورقه دي هنا انا عندي درجات يعني باودر كتير جدا، وهنا في درجات كتير كريمي. لما انا شلت الورقه البسيطه دي، الدرجات بتاعه الباودر بقت بتنزل على الدرجات بتاعه الكريمي وبوظت لي الدنيا خالص. فانا بقيت احط الورقه بتاعتها زي ما هي جوه عشان احفظ الكريمي ما يبص مني من الباودر. دلوقتي انا هاخد الدرجه دي همشيها كفاونديشن على الوش كله، وكمان هاخد معاها كمان الدرجه دي ككوريكتور بسيط في المناطق اللي محتاجه عندي ان انا احط لها كوريكتور. الفرشه دي فرشه من طقم زويفا الكوبي. هاخد دلوقتي منها درجه فاونديشن اللي انا قلت لكم عليها، وابتدي بقى ان انا ايه انضف تحت الحاجب، لان انا هبدا بيه الاي شادو الاول. هو اخدت حبه بالفرشه وهبتدي ان انا احط. بصوا هو البيجمنت بتاعته مش تقيله ومش خفيفه قوي، يعني حاجه متوسطه اهو. انا هنضف بيها الحاجه وبنفس الوقت هعمل بيز دي الاي شادو. الفرشة دي حلوة قوي، والفاونديشن كمان معاها كان ماشي كويس، وعرفت انضف بيها الحاجب كويس قوي. عملت لكم اصلا ريفيو كامل عن طقم الفرش ده. ادمج الكونسيلر ده بالبيوتي بلندر. انا من انصار الدمج بالبيوتي بلندر، في بيحبوا يدمجوا بالفرشة براحتهم، بس دي طريقتي. ده خلاص حطيت الكونسيلر على العين كلها، وبصوا فردته. الكونسيلر مش بيخطط بسرعه، بس برضو اي كونسيلر لازم ان احنا نثبته على طول. انا عشان مش هثبت بيه باودر بقى وارجع احط اي شادو تاني، هثبت بالاي شادو على طول. تعالوا اوريكم ايه هو الاي شادو اللي من مايت سينما اللي احنا هنعمله بيه اللوك كله، وفيه كل الدرجات، وبالت حرفيا اقل من 70 جنيه. الباليت دي بتاعت مايت سينما نزل منها اصدارات ياما قوي، ودي الاصدار القديم، دلوقتي في منها الاصدار الجديد من جايب 55 جنيه من سنه، دلوقتي بقت عامله تقريبا 70 جنيه الشكل الجديد او اكتر شويه. هوريكم الدرجات بتاعتها. بصوا درجات تحفه وكلها بينكات وتنفع عروسه. وانا عشان حبيت ان انا اعمل لوك كامل من لوكات بمنتجات مايت سينما، فحسيت ان الباليت دي هتبقى ارخص باليت احنا نقدر نجيبها، وكمان سعرها مناسب للبنات كلها. فهبتدي دلوقتي بقى ان انا اخد درجتين 3 اعرف اعمل بيهم اللوك كله. اللوك اللي احنا هنعمله النهارده هيبقى بسيط شويه، مفهوش تريكات ياما، وكمان انا مش مايله ان انا احط جليتر او شيمر، مع ان الباليت فيها يعني تساعدني، ولكن انا عايزه اللوك يبقى هادي شويه. فتعالوا نشوف الدرجات اللي احنا هناخدها. هاخد الفرشه دي من طقم زويفا الكوبي. طبعا الطقم ده انا وريتهولكم اكتر من مرتين 3 وانا بعمل لكم بيه لوكات، وقد ايه انا بستخدمه، وعملت لكم عنه ريفيو كامل تحت في القناه. انزلوا بس الاول اعملوا لي سبسكرايب كده في القناه، وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو ده، فهتلاقوا الريفيو بتاعه كامل وروحوا شوفوه. انا هاخد الدرجه دي وهاخد كمان معاها الدرجه دي، وامكسهم شويه واحطهم هنا في
في الحته دي كده بالظبط من العين، كاني بعمل وينج، بس وينج هيبقى عريض شويه. تعالوا نشوف. بصوا انا هحط بس مجرد بس ان انا هركز بس اللون هنا، وهسحبه بقى ايه كده لبره. بصوا طبعا انتوا شايفين البيجمنت الرهيب. وهبتدي بقى ايه ان انا ادخل كده اللون، بس هسيب الحته دي كده فاضيه. ببتدي بقى ان انا ايه ادمج كده في اللون، واحاول ان انا اخففه على قد ما اقدر. مش هخففه بس يعني ادمجه، يبقى شكله مدموج كده ومموه وشكله لطيف. طبعا انا بطلع بره بقى بايه بقلب، عشان انا كده كده مش حاطه فاونديشن، فمش خايفه ان في حاجه تعمل فول اوت. انا ابتديت كده حاولت ان انا افرده على قد ما اقدر. هاخد بقى فرشه تانية اللي هي مشطوفه شويه كده، دي المفروض ان احنا بنستخدمها ان احنا ننضف بيها الحواجب، بس انا هعمل بيها زي كات كريس صغنن كده بنفس الكونسيلر اللي انا حطيته كبيز للاي شادو. هعمل ايه؟ هبتدي دلوقتي ان انا اخد اهي الفرشه واحط كده نقطه، واقوم رافعه عيني لفوق. بصوا هي طبعت فين. هاخد كل اللي مطبوع ده بالفرشه. الطريقة دي بتخلينا نرسم بالظبط، ونبقى عارفين المكان اللي احنا المفروض نحط فيه الكونسيلر، عشان مهما غمضنا فتحنا حصل اي حاجة يبقى احنا حاطين فعلا الكونسيلر في المكان الصح اللي لازم يبقى فيه. المثلث اللي انا رسمته ده كده كات كريس ممتاز. بصوا هبتدي بقى بصبعي عادي جدا ادوس بس تكتين كده شويه على الكونسيلر ده، كاني بدمجه بس في مكانه يعني. بصوا بقى هبتدي دلوقتي ان انا اخد الدرجه دي وابتدي احطها فوق الكونسيلر اللي انا حطيته، عشان ما يفضلش ملزق ويلم تراب معايا. كات كريس وحطيت عليه اللون اللي انا كنت مختاراه. هاخد نفس الفرشه بنفس اللون تاني، وهبتدي بقى ان انا امشي على الطروف، بحيث مثلا ان انا ايه ادخلهم كده في بعض، وما يبقاش متحدد بقى شكله محطوط كده بالظبط. لا انا عايزاه يبقى كله داخل مع بعضه كده. بصوا الحركة دي بتخلي بجد الشغل نضيف قوي، وكله كده الوان داخلة في بعض مش متحددة بقى وشكلها محطوطة كده ورخمة. بصوا يبقوا ميه واحده، فاهميني؟ بص بقى انا كده خلاص يعتبر خلصت نص العين. طبعا لسه ما حطيتش اي شادو تحت، ولسه ما حطيتش ماسكارا، لسه ما رسمتش حواجبي. بس الحاجات دي بحس ان هي لما بنتفرنشه كده بعد ما بقى الكونسيلر والفاونديشن والحاجات دي كلها، تبقى عارفين احنا عايزين نحط ايه بالظبط ونقلل ايه وكده. وانا العين عجباني، بس بقى عشان نظبطوا العين دي بطريقه حلوه هناخدوا اي وايبس عندنا ان كان للميك اب او عادي مش هتفرق، او حتى اي منديل ونحط عليه نقطتين مثل ووتر او مزيل مكياج اي حاجه. وابتدي بقى ان انا ايه انضف، بس مش هنضف كده، هنضف كده ليه، هسحب كده عشان ادي للعين سحبه كده كانها الكات اوي كده، فاهمين؟ فانا اهو همسح كده شويه اللي تحت ده، وهبتدي بقى ان انا ايه من نص العين كده اقوم سحبه ومطلعه على فوق. انتوا شايفين السحبه الجباره دي؟ هعمل بقى ايه حاجه، انا السحبه دي مش عايزاها قويه كده، فاقوم هجيبها كده سيكه. بصوا خلاص انا نضفت العين. بصوا شكلها حلو ازاي لما نضف ومرسومه كده رسمه بروفيشنال، ولا كانها معموله بلونين اي شادو بس. بص خطيره صح؟ ابتدي بقى ايه نعمل الخطه اللي انا قلت لكم عليها، نحط الكونسيلر والفاونديشن والكونتور وكل حاجه بنفس الباليت. دلوقتي هاخد درجات مختلفه هحطها دلوقتي ككونسيلر، وهعمل كمان كونتور بنفس الباليت. بصوا بقى هبتدي دلوقتي ان انا احط فاونديشن. هستخدم نفس الدرجه اللي انا استخدمتها بيز للاي شادو، هحطها في نفس المناطق اللي هو كان طبيعي هيبقى فيها فاونديشن. يعني احنا مثلا بنحط الفاونديشن على الوش كله، وبعد كده نرجع نحط هنا كونتور وهنا كونتور وبلاشر وكده. لا انا بقى مش هحط مثلا في المنطقه دي المفروض يبقى فيها كونتور، انا مش هحط كونتور على طول. فهبتدي دلوقتي اخد نفس الدرجه، وابتدي بقى ان انا احط ايه في المناطق اللي انا كده كده كنت عارفه ان هي هتحط فيها فاونديشن بس.
عايزه اقول لكم ان الطريقه دي من غير ما نحط فاونديشن، نعتمد على الكونسيلر بس، بتخلي الوش معلوش طبقات ياما وخفيف كده، الوش مرسوم صح. وكمان انا اللي اتبقى من المنتج بتاعي اللي كان على البيوتي بلندر مشيته على الوش كله، كانه مديني هنت لون ان الوش بتاعي كله متوحد ودرجه واحده. وحطيت في كل الاماكن حرفيا اللي كان المفروض يبقى فيها درجه فاتحه او درجه الكونسيلر تبقى باينه حطيت، وفي نفس المكان اللي كان هيبقى فيه الكونتور حطيت، بدل ما احط فاونديشن واحط عليه كمان كونتور وكده. ابتدي دلوقتي بالبيوتي بلندر دي، انا بلاها وعصرها كويس. ابتدي دلوقتي ان انا ابلند الحتت اللي انا حطيت فيها الكونتور الفاتح او الكونسيلر يعني الفاتح. بصوا بقى، انا ابتديت دلوقتي ان انا انضف كده حواجبي، يعني الرسمه بتاعت حواجبي انا ما رسمتهاش بالبودر، فقلت انضفها كده عشان تبقى بارزه شويه. والباقي بتاعي اللي اتبقى معايا من الكونسيلر ده او الفاونديشن ده مشيته على القوره كلها كده عشان تبقى كلها متوحده وكلها تبقى لون واحد، من غير ما احط كميات ياما او وشي يبقى عليه طبقات ياما وكيكي كده، او يعني الوش باين ان انا حط ميك اب تقيل قوي. لا، انا كده بالباقي على البيوتي بلندر هستغله وامشيه على الوش كله عشان يبقى كله لون واحد. وعايزه اقول لكم ان الدمج بياخد وقت والاي شادو بياخد وقت، ولكن انا بحب اسرع لكم الفيديو عشان تبقوا شايفين الخطوات اللي انا عملتها كلها بس سريعا كده. خلاص كده انا ابتديت ان انا احط الكونسيلر، نسميه الكونسيلر كله على الوش كله. طبعا انتوا شايفين وش موميا، بس انا معجبه قوي برسمه العين. بصوا، ابتدي دلوقتي بقى ان انا اعمل كونتور كده محترم للوش، واحط كمان البلاشر الكريمي، وهيبقى كده الوش جاهز على التثبيت، ويبقى خلاص كده احنا تقريبا في الاخر شويه كده، عشان ايه اللون اللي انا خدته ده غبي. ف الشهاده دلوقتي على اللي هيحصل. بصوا بقى اهو، خد ايه، عايزه بقى انا اجمع كده الحتت دي كلها اهو. انا كده هاخدها. طبعا انتوا شايفين ده هيفرد الدنيا خالص اهو كده. في ناس هيبقوا ضدي فيقولوا لي انت بتكتري في الكونتور، انا الفاونديشن يعني او الكونسيلر فاتح شويه عني، فانا عايزه اظبط لونه فبظبطه بيه الكونتور. بصوا بقى، ابتديت دلوقتي ان انا اظبط الكونتور بتاعي، وعايزه اقول لكم ان الكونتور ده لما باجي ادمجه بالفرشه مش بحس ان انا مرتاحه قوي فيه زي ما بدمجه كده بالبيوتي طبعا لو حد بلندر، بجد مبتدئ بيبقى مش احلى. هيعرف يعمل كونتور بدي، ولكن انا عشان متمكنه شويه فهعرف اعمل بدي. لو مش متمكن تقدروا تستخدموا دي، هتبقى هايله في كونتور الشفايف. وابتديت برضو ان انا احط كده حبه كونتور على النوز عشان ادمجهم كلهم كده مع بعض. طبعا بقى نحاول ندمج في مكاننا وعلى فوق سيكه، بس نحاول في الاحسن ان احنا ندمج في مكاننا عشان الوش كله ما يبقاش كونتور بس. انا طبعا هدمج في مكاني عشان مكان الكونتور ما يبص او يبقى شكلي خدي نزل لتحت، ولكن هنضف برضو، بس هنضف بالبودرة تبقى لونها فاتحة شوية كده عشان تبقى الاستيكة بتاعتي اللي انا هنور بيها. ومش قادرة اقول لكم الدمج بيه البيوتي بلندر مع الكونتور ده جميل طبعا ازاي. بصوا الحركه اللي انا عاملاها دي بتخليني امشي في اتجاه معين، يعني ما انزلش عنه قوي ولا اطلع عنه قوي. انا برضو وانا بحط الكونتور كده عندي طبق حسن، لكن حطيت عليه برضو كونتور تاني كده عشان ابرزه، عشان انا بحبه، يعني بحبه وبحب شكله كمان في وشي. بما اني دلوقتي بستخدم كله كريمي في كريمي، هبتدي دلوقتي ان انا استخدم البلاشر ده البلاشر بتاع مايت سينما برضو، ده اللي هو تقليد شي جلام، ولكن هو الصراحه حلو، وعملت لكم عنه ريفيو برضو نزل على القناه. فانا مش هستخدم منه ياما، منه يعتبر نقطه هنا ونقطه هنا، مجرد بس عشان يحلي ايه الشكل بتاع كونتور، ما يبقاش كونتور صريح قوي، كونتور شكله مش لطيف يعني. خطوة البلاشر دي بجد بتدي دموية للوش كده وبترجعه فعلا وش عادي طبيعي في حمار عادي كده، بتخلي الوش لا مش فاونديشن وجو عفاريت وموميا، لا بجد بتظبط الوش قوي. بس انا كده حطيت البلاشر، هبتدي بقى ان انا اثبت الوش كله. اول حاجه هثبت الحته اللي هي الفاتحه، هاخد سبونج زي دي، افتح لون بودر عندي، وهقوم ممشيه كده البودر عليها، وهقوم هاخد زياده كده في ايدي، وابتدي بقى ايه ان انا اثبت المناطق بتاعت التنوير هنا وهنا تحت كده بنفس اللون. انا قلت لكم بقى ان انا هستخدم البودره الفاتحه دي كتثبيت وكمان كالاستيكه بتاعتي، هظبط الكونتور واثبت الوش، والكونتور بتاعي لو نزل ارفعه
يعني بجد كأني بدل ما احط كونسيلر تاني واعدل تاني، لا بالبودرة الفاتحة دي همشي على الوش كله وهعدل. اللي تحت العين ومنطقة النوز ونورت كده حتة تحت. دلوقتي بقى هثبت بالكونتور، هاخد الدرجة دي كده من الكونتور واثبت المناطق اللي انا عملت لها كونتور، بس هبقى مخففة ايدي خالص لان انا الكونتور الكريمي كنت مزوداه، فمجرد بس انا عايزة اثبته عشان يقعد معايا وقت اكتر وما يلمش تراب، عايزة منه لون قوي يعني. اي حاجه كريمي احنا بنحطها لازم نثبتها، ان كانت بلاشر كريمي لازم نحط عليها بلاشر باودر، ان كان كونتور طبعا كريمي لازم نحط عليها مخففين كونتور ايدينا باودر، قوي عشان الكريمي عشان يعني الكونتور بعد فتره الباودر بيلم ده تراب بيطبع وكمان مش كده. بيبقى ثابت اصلا، فلازم ان احنا نثبته عشان نضمن ان هو نبقى موجود طول اليوم وما يسحش مثلا معانا، او لو حطينا ايدينا مثلا على وشنا مثلا وجينا مسحنا بس كده مجرد مسحه ما يطلعش في ايدينا، لان هو كريمي حاجه كريميه هتطلع بسهوله، لكن لما اثبتها هتفضل ثابته معايا ومش هتطلع. انا خلاص كده خلصت الكونتور الباودر. ابتدي دلوقتي ان انا اخد من الباليت دي باليت البلاشر بتاعت مايت سينما، دي كانت ب65 جنيه. هاخد منها الدرجه البينك. ليه هاخد بينك يا مريم مع ان الالوانات ما تديش بينك خالص؟ ما هو عشان الالوانات ما بتديش بينك خالص انا عايزه ادي بينك كده عشان اللون كله كريمي، يعني لون الكونتور الكريمي ولون الكونتور الباودر، فالوش خلاص بقى وش مليان كده الوان تقيله، فانا عايزه بقى اخففه بان انا احط بقى بلاشر يبقى لونه بينك شويه. البلاشر ده لو وصل 100 جنيه نجيبوه يا جماعه، ثابت جدا، واول مره اشوف بلاشر ثابت، يعني باودر اصلا يبقى ثابت الثبات ده كله، وفي 6 درجات، ال6 درجات احلى من بعض، وبينك وروز، والدرجات كلها درجاتها تحفه. شويه للعين دلوقتي هبتدي احط نفس الاي شادو، ولكن الدرجه دي هحطها تحت العين واحط الماسكارا، وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. بصوا بقى بنفس الدرجه هاخدها كده وهحط تحت العين. الحركه دي بتخلي العين كده شكلها عميق وشكلها تحفه قوي، وبتبين ان الاي شادو بتاعنا ورسمته لا نضيفه، واللي رسم فاهم هو بيعمل ايه، وبتغير شكل العين تماما. تسحب برضو العين، يعني بصوا الفرق بين دي ودي كبير. مجيش للاسف هايلايتر من مايت سينما، ولكن هستخدم دلوقتي هايلايتر قريب منه شويه يعني. طبعا كميه هايلايترات من مايت سينما مش قادره اقول لكم على كترهم، ولكن انا للاسف مش عندي، فالجيش قالك اتصرف. حط كده في المطبع. انا المدمع بالنسبه لي بحب احطه بايدي، مهما اخترعوا له فرش انا بحب احطه بايدي. الهايلايتر في المدمع مع اللوك ده هيخليه حلو قوي، بالذات ان احنا مش حاطين جليتر، فالحته دي هتنورها كده وهتخلي لا حلو. بصوا حطيت برضو على الحواجب المكان اللي انا محطيتش فيه اي شادو كده، عشان برضو انا ما رسمتش الحاجب فيبقى شكله حلو ومرفوع. ماسكارا للاسف من ماسكارات مايت سينما، فهستخدم دي بتاعت ان شبيهه الماسكارات مايت سينما قوي، فمش حاسه ان هو هيفرق قوي في اللوك. بالنا بقى في الماسكارا دي لان هي ووتر بروف والغلطه منها بفوره. الماسكارا دي بجد تغنيكي عن الرموش، انا لما لقيتها حلوه قوي كده مرضيش احط رموش خالص. بصوا جمالها. طبعا الماسكارا بتودي اللوك في حته تالته خالص. خلاص الماسكارا اتحطت. بصوا لوك عروسه حرفيا، ومحدش هيصدق اصلا ان الفينش ده بتاع البشره والعيون بمنتجات كلها من مايت سينما، يعني حاجه رخص الرخص وحاجه مضمونه ومرخصه، مش مثلا حاجه كوبي او صيني احنا ما نعرف لهاش، لا حاجه فينها وواثقين فيها، فلوك بروفيشنال الصراحه. اخر حاجه وهي الروج، فتعالوا نحطه سوا. الروج ده من مايت سينما، ده كان اديشن كده نفس اديشن الجوهره اهو، ده شكله. بصوا دي فرشته كده واللون بتاعه خطير اصلا. حلاوته. انا ما كنتش حابه اكبر شفايفي وانا كده كده عارف يعني متمكنه من حط الروج، فلا رديت اكبرها فما حددتهاش خالص، حطيت الروج كده بشكل عشوائي عشان عايزه شفايفي تفضل زي ما هي، ما اكبرش او مصغرش، مش عايزه ارسمها، عايزاها تبقى شفايف عاديه عشان مش عايزه اللوك يبقى معايا اوفر قوي. كده اللوك كده يبقى خلص. اتمنى يبقى عجبكم واستفدتوا منه. رسمه جديده على القناه، اول مره نرسم الرسمه دي بكاب كيس بطريقه حلوه. كله كان بمنتجات مايت سينما، منتجات رخيصه متسرحه ضامنينها، حاجه نقدر نجيبها. لوك اتعلمنا فيه طريقه جديده للاي شادو وللكات كريز. اتمنى اللوك يبقى عجبكم.
استفدتوا منه باي حاجه. متنسوش تعملوا بقى لايك وسبسكرايب في القناه. تنزلوا دلوقتي تقولوا لي ايه رايكم في اللوك ده، عجبكم وايه رايكم في المنتجات. تابعوني على الفيس وعلى الانستا وكمان على التيك توك، هتلاقي اللينكات بتاعتهم في اول كومنت مثبت او في الديسكريبشن بوكس. يلا باي باي.